صباح الخير. النهارده هنعمل كام وصفة اقتصادية وكمان طعمها حلو. يعني انا صاحية من النوم مش مجهزة اي اكل اعمله او مش محضرة نفسي كمان ان انا اصور اي فيديو. بقلب في الموبايل لقيت ناس كتير كاتبة عايزين اكل اقتصادي ويكون طعمه حلو والولاد كمان كده يتقبلوه وياكلوه هما مبسوطين. وقلت ليه ما اقومش احضر كام وصفة تكون اقتصادية. لقيت عندي بطاطس غسلتها كده غسلة حلوة وقلت اسلقها لمدة مثلا نسلقها لمدة 10 من 12 دقيقة. عايزينها تستلق 3/4 تسوية، مش عايزينها تستلق سلقة كاملة عشان لسه هنكمل سواها. لقيت عندي فول كنت مدمساه، طحنته كده بالهاند بلندر لان الولاد بيحبوا لما ياكلوا الفول ما يكونش فيه قشر وبيحبوا يكون ناعم. كان عندي كام بتنجانية كده صغيرة، شويتهم مع اول لما القشر بتاعها ينشف من بره والبتنجان يكون طري من جوه كده تمام، تبقى استوت معانا. هنسيبها بقى كده على جنب تبرد لحد لما نشوف البطاطس. انا حطيت كده فيها الشوكة لقيتها استوت كده وتمام جدا، مش عايزينها تتهري زي ما اتفقنا. هنشوف بقى الخلطة الحلوة اللي احنا هنعملها للبطاطس. الخلطة دي حلوة جدا جدا، يعني الاطفال هياكلوها كده وهم والكبار، يعني اي حد هيدوق الوصفة دي هتعجبه جدا. ضفت بيضتين واربع معالق من الدقيق، معلقة من النشا وكوباية من المية في الخلاط. وهنضرب بقى لحد لما المكونات كلها كده تدوب مع بعض ويبقى قوامها شبه قوام الكيكة شوية. بس تكون اخف حاجة بسيطة، يعني بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. حضرت فصين توم حجمهم كبير، لو التوم عندكم حجمه صغير ممكن تضيفوا 4 فصوص مثلا، التوم بيديها طعم حلو جدا. ومعلقة من الملح ومعلقة من الكمون، معلقة من البيكنج باودر، وكمان شوية من الخل. هنقلب بقى كده كله مع بعض لحد لما البهارات اللي احنا ضفناها نحس ان هي كده اختلطت بالخليط اللي احنا عملناه. هنسيبه بقى كده على جنب لحد لما نشوف الفول الحلو اللي احنا هرسناه دوت هنعمل فيه ايه. جبت شوية زيت وكمان بصلة متوسطة قطعتها ناعم، او ممكن نبشرها او ممكن نعملها في الكبة زي ما تحبوا. احنا عايزين لونها بس يصفر. هنضيف عليها بس عصير طماطم، يعني نص كوباية عصير طماطم. وضفت شوية ملح وشوية كمون. مع اول لما الطماطم تتسبك او المية تتبخر منها هنبدأ ننزل بالفول. بيخلي طعمه حلو جدا جدا. يعني لو عندنا بقى مثلا فلفل حار ممكن نضيفه، لكن لو عندنا اطفال صغيرة ما يستحبش طبعا ان احنا نحط اي حاجة يعني يكون سبايسي في الاكل عشان يقدروا ياكلوها. تمام كده جهز معانا بجد خطير. وعملت له كمان فحمايه. لما تحطوا فحمايه في الوصفه دي بيكون الفول طعمه حلو جدا، متحسوش اصلا انتوا بتاكلوا فول، بتحسوا انتوا بتاكلوا حاجه كده طعمها حلو. يعني اللي ما يحبش الفول هيحبها جدا في الوصفه ديت. البطاطس بقى اللي احنا سلقناها قشرتها ونقطعها بقى شرايح كده، عايزينها بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت، يعني ما تكونش رقيقه او ما تكونش تخينه قوي، يعني يكون سمكها متوسط. هنضيفها بقى في الخليط الحلو اللي احنا عملناه. تمام. ونغطي البطاطس ونغلفها كلها بالخليط. وزيت بقى يكون سخن ننزل بها في الزيت كده على طول. بتكون بصوا بقى يعني الوصفة دي مفيش حد مش هيحبها بجد، يعني طعمها حلو قوي قوي. ما اول ما تاخد لون من تحت نبدأ بقى نقلبها الناحية التانية لحد لما تاخد اللون الذهبي، وهنطلعها بقى على مصفى او على مناديل عشان تمتص الزيت. يعني يستحسن ان احنا نعملها على طول عشان تكون مقرمشه كده، ما نقعدهاش يعني ما نسيبهاش تبرد عشان ما تطراش. الافضل احنا ناكلها وهي سخنه عشان تكون مقرمشه. البتنجان اللي احنا عملناه قشرته بعد كده شويه بقى كده من الطحينه وفصين من الثوم وشويه كمون وشويه ملح وشويه ليمون وشويه خل. يا سلام بقى بجد بتبقى خطيره. بحب كمان ان انا اهرسه بالشوكه، ما بحبش ان انا اعمله في الخلاط مثلا او في الكبه. ما بحبش ان هو ناعم قوي زي الميه، لا انا بحب يكون مستوي حلو واعمله بالشوكه يكون في كده قطع واحس بطعمه وانا باكله. ما بحبش ان هو يكون يخرج الميه اللي فيه، يعني بحبه كده يكون محتفظ بنفسه. وشويه بقى بقدونس، كان عندي رمان ضفت كده شويه رمان عليه. بجد يعني اكله كده حلوه جدا. كان عندي طماطم قطعتها شرايح وجبت فلفل اخضر طحنته، وكمان فص ثوم وشويه نعناع وشويه ليمون وشويه ملح وشويه خل حطيتها على الطماطم.
بجد بقى يا جماعة دي احلى اكلة ممكن تاكلوها، تحضروها فطار، تحضروها غدا، ممكن تاكلوها في اي وقت، واكلة مشبعة والاطفال هيحبوها، واقتصادية وطعمها حلو، بجد اكلة حلوة جدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.